السلام عليكم ورحمة الله. أنا المهندس عبد الله نقيب، ودي قناتي المتخصصة في البرمجة، الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى. النهاردة هنتكلم عن حاجة بدأت تثير ضجة جامدة جدا اليومين دول، أداة اسمها VO من OpenAI. ناس كتير بتقول إنها هتقفل شغل المصورين، المونتيرز وصناع المحتوى بالكامل. في الفيديو ده أنا مش جاي أقرأ لك من موقع OpenAI، أنا جاي أشرح لك بالفهم البشري من شخص مهندس ومهتم بالتقنية إزاي تقدر تستخدم فيو، وإمتى المفروض تخاف منها وإمتى المفروض تفرح بيها. خلينا نبدأ بالبسيط. فيو ببساطة هو ذكاء اصطناعي بيحول النصوص لفيديوهات بجودة سينمائية. يعني أنت ممكن تكتب له حاجة زي واحد واقف في شباك بيبص على الشارع وفيه ضوء شمس خفيف وفي خلفية ناطحات سحاب. هو هياخد الكلام ده ويحوله لفيديو متحرك فيه مؤثرات، ضوء، حركة كاميرا، كل حاجة. الفكرة هنا إن فيو مش مجرد أداة فيديو جنريتر عادية زي اللي شفناها قبل كده، لا، ده في تحكم في الكادرات، في الكاميرا، في الإضاءة، في الألوان، وحتى الحركة. طبعا الأداة لسه مش متاحة للعامة، لكن OpenAI بدأت تفتح التسجيل المبكر لبعض المستخدمين وخاصة صناع المحتوى وشركات الإنتاج. فيو مبني على نموذج قوي جدا بيفهم المشاهد واللغة في نفس الوقت، يعني بيقدر يربط بين الكلمات اللي بتكتبها ويخلق منها مشاهد منطقية ومرتبة. اللي جربوه بيقولوا إن الفيديوهات بتطلع بجودة 1080p و4K، وبتدعم سيناريوهات زي أفلام قصيرة، فيديوهات تعليمية، مشاهد واقعية أو خيالية، إعلان منتجات، وأي فكرة إبداعية تقدر تتكتب كوصف. طيب السؤال اللي الكل بيسأله، هل كده احنا كمبرمجين أو يوتيوبرز أو ناس بتعمل فيديوهات نروح ندور على شغل تاني؟ بصراحة أنا شايف إن فيو مش بيديلك، لكن أداة في إيدك لو عرفت تستخدمها صح. الذكاء الاصطناعي مش هيعرف يكون أنت، مش هيعرف يقلد صوتك، شخصيتك، أسلوبك، تعبيرك، لكن هيعرف يساعدك، يوفر وقتك في التصوير والمونتاج، يساعدك تبني مشاهد خيالية ما تقدرش تعملها بإيدك، يخليك تطلع إنتاج أسرع من غير ما تضحي بالجودة. تعال أقول لك مثال حقيقي. أنا مثلا بشرح حاجة زي الفرق بين باك إند والفرونت إند. ممكن أطلب من فيو يعمل لي فيديو توضيحي فيه 2 مطورين، واحد يشتغل على الواجهة والتاني على السيرفر، وهما الاتنين في مشهد كأنهم في شركة تقنية بخلفية واقعية. ده هيوفر عليا وقت مونتاج ضخم، ويدي للمشاهد تجربة مرئية أحسن، خاصة لو مبتدئ. في ناس بتستخدم فيو دلوقتي تعمل قصص قصيرة تعليمية للأطفال، أو حتى عروض تقديمية، كل ده من مجرد نص. لو بنفكر شوية لقدام، فأدوات زي فيو هتكون موجودة في كل مكان، في قنوات اليوتيوب، في الشركات الناشئة، في المدارس، وحتى في الشغل الحر. اللي هيكسب مش هو اللي يهرب منها. اللي هيكسب هو اللي يتعلم يستخدمها ويدمجها مع شغله. يعني انت ممكن تبقى مبرمج وتستخدم فيو تعمل فيديوهات تعليمية لمشاريعك، أو تكون صانع محتوى وتنتج 4 فيديوهات في الأسبوع بدل فيديو واحد. أنا شايف إن أدوات زي فيو مش بتهددنا، بالعكس دي بترفع سقف الإبداع. اللي كان بيحلم يعمل فيلم بقى يقدر يعمله من غير لا كاميرا ولا إضاءة ولا مونتير. لو عايز تشوف فيديو عملي اكتب فيه البرومبت حقيقي ووريك النتيجة من فيو. اكتب لي في التعليقات وسيب لي لايك لو الفيديو فادك، واشترك في القناة علشان نشرح مع بعض أدوات AI تانية رهيبة جدا قريبة.